هنعمل مع بعض النهاردة المكشكشة. هنعملها بطريقة سهلة جدا بلفة جلاش واحدة، وهيطلع معانا احلى وصفة للجلاش في ثواني. بتكون جاهزة معانا وكمان طعمها خطير. يلا على طول هنبدأ نشوف عملنا ايه. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل لايك للفيديو وشير لو عجبنا. في صينية تكون مناسبة للفة الجلاش بتاعتنا نبدأ ندهنها كده بطبقة كويسة من الزبدة او السمنة، يكون طعمهم كويس جدا عشان تدينا نتيجة كويسة. وبعدين نبدأ نفرد لفة الجلاش بتاعتنا وناخد ورقة ورقة نكشكشها زي ما احنا شايفين كده، حتى لو مقطوعة او فيها اي مشكلة مش هيبان خالص. وبعدين ناخدها في الصينية نرصها بطول الصينية كده زي ما انتوا شايفين. هنخلص الكمية كلها وبعدين هنسويهم كويس جدا ونبدأ نزودهم تاني شوية زبدة من على الوش. هندهن الطبقات كويس جدا بالزبدة بتاعتنا وبعدين هندخلها الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 10 دقايق. في الوقت ده هنحضر صوص الكاسترد اللي هيدينا طعم جميل جدا للوصفة. يلا هندخلها الفرن ونروح نحضر الصوص. معايا كوباية ونص من اللبن، نص كوباية من السكر، معايا بيضاية، معايا فانيليا، معايا معلقتين نشا او معلقتين دقيق حسب المتاح. في بولة هضيف اللبن بتاعي وهضيف عليه السكر نص كوباية ومعاهم البيضة كاملة، لو حابين تحطوا صفارين مفيش مشكلة، ومعايا الفانيليا والدقيق. نقلب كويس جدا بالمضرب لحد ما الخليط كله يتجانس كويس جدا، ما يبقاش فيه تكتلات للبيض او النشا. وبعدين هطلع الصينية من الفرن زي ما انتوا شايفين كده، خدت لون حلو قوي. وهسقيها كويس جدا بالخليط وهوزع الخليط في الصينية مظبوط. وهرجع تاني ادخلها الفرن لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما الخليط ده يستوي او الجلاش يتشربه. بيدخل بقى ربع ساعة او لحد ما يطلع بالشكل الجميل ده هنسقيه بالشربات. في حالة اننا عايزينه يكون مقرمش هنسقيه بشربات تقيل وبارد. التقيل والبارد ده مقداره بيكون كوبايتين من السكر عليهم كوباية مية عليهم جرام من ملح الليمون، يعني شعرة صغيرة كده. هيغلوا مع بعض 10 دقايق وفي الاخر بنضيف لهم الفانيليا وبنطفي النار ونسيبه يبرد طبعا، ونسقي بيه الجلاش بعد ما يخرج من الفرن ويهدى. حاجة بسيطة خالص كده الجلاش بيبقى مقرمش وجميل معانا. عايزينه بقى يكون طري بنعمل مقدار الشربات بتاعنا خفيف، حاجة بسيطة اللي هو مثلا كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية، وهنسويه بنفس الطريقة وبنسيب الشربات يهدى 10 دقايق. وأول ما الجلاش يطلع من الفرن بنسقي بيه برضو الشربات وبيبقى جميل جدا وزي ما نحب بقى حسب ذوقنا، طري او مقرمش، وبيطلع بالشكل الجميل ده. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا له لايك وشير، واشوفكم على خير يا رب.